فكرني كده، قول لي بس وانت صغير كده كنت تتفرج على ماتش الاهلي والزمالك ازاي؟ عايز اقول لك كان طبعا ما عندناش تلفزيونات. على القهوه طبعا ابيض واسود. ونبقى حاجزين مثلا ماتش الاهلي يوم 19. كبر نفسك ليه ابيض واسود؟ كبر نفسك. والله العظيم لا كبر، لا عارفين يا عم، عندي معدي 50. عايز اقول لك نروح القهوجي. لا القهوه دلوقتي اللهم صل على النبي بقى الشياكه هناك، بس التلفزيون غير كده. والقهوه ما فيهاش الا شاي وحلبه بس. واي حاجه انت ممكن تخدم نفسك بنفسك بقى كمان، انت ما تعملش الشبت. كنا بنحجز كرسي لو الماتش 19 من قبلها مثلا باسبوعين، اقول له النبي يا ابو اشرف والنبي هعمل ايه؟ بموت في حاجه اسمها اهلي. فبص الزمالك والتوقعات الاهلي والزمالك دي ملهاش توقعات خالص. انا عن نفسي كراي الشخص يعني ملهاش توقعات. يعني الزمالك ماشي كويس، والاهلي زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده احنا ماشيين على سطر وبنسيب سطر وحاجه كده. وطبعا وعايز برضو من خلال حضرتك، طبعا حضرتك برنامج، مش عايز الناس تيجي على شريف اكرامي، لان كل واحد انا ساعات اغني والناس تقول انت وحش ليه النهارده؟ ما يعرفوش ايه اللي في حياتي، ايه اللي بتاع. دي غلطه، الراجل ده شايلنا بقاله كتير. ما نجي احنا كده، احنا جمهور بتاعنا او مصر كده عامه. اللعيب طول ما عمال بيجيب جوان خلاص عاش الملك. اول مثلا طب اعرف في ايه؟ يعني كابتن شريف عنده ظروف، بنته تعبانه وبتاع، ما نجيش قوي كده يعني ما نجيش عليه. وانا بقول في ناس بتكتب كومنتات كده مش عايز الكابتن شريف يزعل، والله مش اهلاويه، مش اهلاويه، ما اعرفش مين، بس مش ما حدش اهلاوي يقسى على ابنه كده. طب قول لي ماتش ما تنساهوش، سعد صغير ماتش كده كان قاعد بيتفرج عليه وما تنساهوش. واحد ده يتنسي؟ ده ما يتنسيش يا كابتن ده. وعملنا له اغنيه، عملت سكوت نسيته انا مش هنسى 6/1 في شهر 5. عملناها كده عشان الزملكاويه ما يزعلوش. ده احنا فرحانين، مش عشان عشان انت عارف الزملكاويه. انا بحب الزملكاويه، يعني انا من اهلاوي اللي ما بنفعش اشتم، ولا انا راجل الزمالك بيلعب كويس الله يسهل له الف مبروك كده، لكن مش عايزين نبقى فيه تعصب تاني. انا عايز اعرف ان انت جيت فتره كنت هتعمل اغنيه للزمالك. بص كنت عامل اغنيه للزمالك لان كانت افريقيا، وقلت ارفع راسك فوق انت زملكاوي شجع قول، بس ما حصلش نصيب وخسروا. ورحت النادي وكلمتهم وقعدنا، وكان حازم بقى امامه اللهم صل على النبي، كان الزمالك زمالك بقى في مصر. لان انا حاسس ان انا ايه، اما اجي اغني الفريق الزمالك خد الدوري يبقى انا حد مش كويس، لكن زمالك وهاخد بطوله افريقيا وحاجه. طب قول لي زمان كده كنا بنسمع اغنيه صباح بين الاهلي والزمالك محتاره والله، وانت راجل بتعمل اغاني للفرق وللاهلي، ليه ما نعملش اغنيه للاهلي والزمالك يعني تبقى مناسبه؟ يعني لحد دلوقتي احنا لما بيجي اي ماتش قمه بجيب اغنيه صباح بين الاهلي والزمالك محتاره، فيها خدوه. يا ريت انا عايز حتى عارف انت اللي تعمل المبادره ديت، احنا مثلا 3 اهلاويه على 3 مطربين زملكاويه، ونعمل اغنيه جميله جدا. ده تاريخ على فكره. ولو في حاجه كمان احنا بنقول لا التعصب كده، بنغني مع بعض. يعني انا مش هغني، يعني انا نجيب مثلا زي ما حضرتك قلت استاذ عمرو دياب والاستاذ هاني شاكر والناس الاعمال دول يغنوا للزمالك، واحنا نغني الاهلي. لا ده انا هغني حته للزمالك وهو يغني حته الاهلي، وهتبقى زي ما تقول كده تاريخ، واسمها لا التعصب. يا ريت. فاكر بين الاهلي والزمالك محتاره؟ بقول لك انا قديم قوي. طب قولها كده. لا عشان الناس لا ده لازم. بقول لك ايه، الناس لو سمعت مش حافظها. لا وغير كده كمان انت هتشبهها. شكرا. طب قول لي توقعاتك ايه لمباراه القمه؟ انا كاهلاوي بالنسبه للسيناريو اللي حاصل دلوقتي، الاهلي حسم الدوري والزمالك ماتش قمه، والقمه دي ملهاش علاقه، الاهلي خد الدوري الزمالك خد الدوري، هي لوحدها هي مباراه قمه ومباراه بينتظرها كل مصر بتتفرج عليها. المباراه ديت للاهلي، انا اتكلم على الاهلي. مدرب ولو المدرب حاسس اللعيبه ان احنا خلاص خدنا الدوري احنا هنخسر. اشمعنى قلت مدرب؟ لان هو عليه عامل نفسي كله. مش عاجبك؟ لا مش عاجبني. انا عايزه يبقى جامد اجمد من كده. يعني هو لو مسك اللعيبه انسوا نفسيا، يعني نفسيا. اصل انا نازل بقى انا واخد دوري واحد يمرقصني هسيبه، لكن انا العامل النفسي دوت لو المدرب جامد الاهلي هيلعب هنكسب 2، مش هنقول لك بقى 5 و6، هنكسب 2 برضه عشان متوقعين 2-1 بس مش هنخسر. قول لي كلمه من سعد صغير لكل جماهير مصر، الاهلي والزمالك اتفرجوا عليك دلوقتي وخلاص الماتش هيتلعب. وكل مصر كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم، وبالعيد برضه بمناسبه العيد كل سنه وانتم طيبين. بقول للزمالك والاسماعيلي والاهلي احنا كلنا واحد خلاص، من بعد بورسعيد والحاجات اللي عدي احنا كلنا بقينا واحد دلوقتي. تشوف حتى ما الزمالك خد الدوري ما حصلش قلق ولا في حاجه، بالعكس انا كلمت شيكابالا وكلمت وباركت لهم. يا ريت نبقى كلنا كده، مش عايزين نمسك لوحدينا لبعض. مذيع يطلع يقول مثلا ايه فريق نادي الزمالك بيغني له مطرب عمرو دياب، وفريق نادي الاهلي سعد الصغير. بيحصل مشاكل طبعا. ليه؟ لان طبعا عمرو دياب انت مش هتقارنه بسعد الصغير، ده راجل زي ما بيقولوا كده هضبه، فالناس بياخدوها بحساسيه. فمش عايزين الكلام ده خالص، مش عايزين اي حد، ونعدي المواضيع. بالتوفيق وبشكرك، وما تنساش اللي انا قلت لك عليه، لازم يبقى فيه اغنيه للاهلي
وللزمالك. والله العظيم 3، وانا بوعدك اهوت لو انت جبت لي 3 مطربين يتبرعوا ان هم يجوا يغنوا، بس انا هصور فيديو واوديو وكل حاجه على حسابي. حبيبي بس يجوا يغنوا. كل سنه وانت طيب. صح طيب.